قصتنا النهارده بتشبه سيناريو فيلم خيالي، وعايز اقول لكم انكم مش هتتوقعوا اللي هيحصل في القصه. واحب اقول لك يا صديقي انك في نهايه القصه هتحصل مفاجاه مش متوقعه. وبطلة قصتنا واسمها ويلبرغ اوستريش المشهوره باسم دولي، ولان اسمها اصعب من قصه حياتي هنسميها طول القصه دولي. بس ليا طلب رفيع عندكم كده قبل ما نكمل قصتنا، يا ريت ننزل تحت نعمل اللايك، ولو تكرمت تشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، ويا رب اكون ضيف خفيف على قلوبكم ونقول على الله حكايتنا. I will eat you. السلام عليكم اعزائي المتابعين والمشاهدين في كل مكان. ودولي ديت بنت عندها 14 سنه بتشتغل في مصنع بمدينه لوس انجلوس، من مواليد سنه 1880. بنت جميله جمالها يخطف العقول، وبسرعه عجبت صاحب المصنع الغني واسمه فريد ويليام اوستريش. ولما حبها طلبها للجواز واتجوزها، وكان عمرها في الوقت ده 17 سنه. وبكده اتحولت دولي من بنت فقيرة لواحدة من أغنياء سيدات المدينة. ولكن الفلوس والغنى الكتير ما كانش سبب ان يخلي دولي سعيدة، لانها ما كانتش راضية عن علاقاتها بجوزها فريد، لان جوزها كان دايما سكران وما كانش مديها اي اهتمام ولا ريق حلو ولا حب وحنان. ايه ده، هو في كده؟ وفي يوم من الايام سنة 1913 اتعطلت مكنة الخياطة بتاعت مين؟ بتاعت دولي. فاتصلت بجوزها فريد عشان يبعت لها حد يصلح مكنة الخياطة. فبعت لها شخص اسمه اوتو سان هوفن اللي هو عليه القصة النهاردة عشان يصلحها. كان عمره وقتها 17 سنة، وعجبها اوتو وعجبته دولي وعجبوا بعض، وبقى يتقابلوا في فنادق فخمة بعد ما وقعت دولي في حبه. لكن دولي كانت على طول حاسة بالقلق عشان الفلوس الكتير اللي بتصرفها على اوتو عشقها، واللي ممكن انها تثير الشك عند فريد جوزها. فبقى يتقابلوا في بيتها في غياب جوزها. ولما لاحظ الجيران ان في شخص غريب بيدخل البيت على طول، عرفتهم بنت اللذينه ان اخوها من امها وان ملوش حد غيرها. ورجع الخوف يدخل قلبها ان يتفضح امرها، وعشان كده فكرت دولي بفكره شيطانيه ما تخطرش حتى على بال ابليس نفسه، ان كيدهن عظيم. الفكرة هي ان تخبي اوتو عشيقها فوق اوضة فوق سطح بيتها. والعجيب في الموضوع ان اوتو ما ترددش خالص ووافق بسرعة، لانه ببساطة ملوش اي اصدقاء ولا قرايب عشان يقلقوا عليه. ومن ناحية تانية هو مع حبيبته بياكل ويشرب على حساب فريد جوزها. وكان الوضع كده مريح لاوتو، لان كده يتفرغ عشان كتابة رواياته. وفي سنة 1917 قرر فريد انه يتنقل لبيت تاني، لانه بيحس ان بيته ده حاجة غريبة، وحاسس انه مسكون بالعفاريت عشان الاصوات اللي بيسمعها بالليل وسجايره وهدومه اللي بتختفي. مش امر طبيعي خالص. لكن دولي اوهمته ان العيب عنده وان اعصابه تعبانة، وعرضت عليه انه يروح لدكتور نفساني. فصدق كلامها وفعلا راح لدكتور نفساني عشان يعرض نفسه عليه. في سنة 1918 يعني بعد حوالي سنة ما قدرش فريد ان يتحمل اللي بيحصل، وصمم على انه ينقل لبيت تاني. وافقت دولي لكن بشرط ان تكون فوق البيت اوضة فوق سطح البيت بتاعها. وطبعا خدت دولي عشاها اوتو معاها للبيت الجديد وقعدته في الاوضة اللي فوق السطح. ومرت شهور وفريد هيتجنن يوم بعد يوم، لان الحاجات الغريبة اللي كانت بتحصل معاه في البيت الجديد هي نفس اللي كانت بتحصل في البيت القديم. فبقى عصبي ومش مستحمل اي حاجة، وخناقاته كتيرة مع دولي عكس اوتو اللي كان بيحس انه بيصيف في جزر المالديف. في يوم 2 اغسطس سنة 1922 بالتحديد حصلت خناقة كبيرة بين فريد وبين مراته دولي، وما تحملش اوتو زعيق وخناق فريد مع عشيقته دولي. عشان كده نزل من على السطوح لدولاب اوضة نوم فريد ومعاه مسدس. وفجأة
اكتشف فريد ان اوتو مستخبي في دولابه، واخيرا عرف مصدر صوت العفاريت. بسرعه خرج اوتو السلاح وضرب 4 رصاصات، واحده جت في السقف والباقي في جسم فريد اللي فرق الحياه وقتها. واوتو جات له فكره جهنميه، دخل عشيقته دولي جوه الدولاب وقفل عليها بالمفتاح وهرب. وفي الوقت ده اتصل الجيران بالشرطه بعد ما سمعوا صوت الرصاص وصريخ دولي. ولما استجوبتها الشرطه قالت انها كانت في خروجه مع جوزها فريد، ولما رجعوا لقوا حرامي في البيت قتل جوزها وحبسها هي في الدولاب. طبعا الشرطه ما اقتنعتش بكلام دولي، لكن استحاله انها تكون هي اللي قتلت جوزها، لانها مش من المعقول انها تكون قفلت على نفسها الدولاب من بره، ومعنى كده ان فعلا في طرف ثالث في الجريمه. ورثت دولي ثروه المرحوم فريد كلها، وقررت انها تشتري بيت جديد بس بشرط ان تكون فيه اوضه فوق السطوح. وهنا السؤال بيطرح نفسه، هي مش كان ممكن تعيش مع اوتو بشكل عادي؟ طب ايه اللي خلاها عايزه اوضه فوق السطوح؟ هرد عليك واقول لك ليه. لانها يا صديقي اعجبت بالمحامي بتاعها واسمه هيرمان شبيرو، ارتبطوا ببعض واديته هديه ساعه ماس كانت بتاعه جوزها الراحل فريد، واللي قالت للشرطه وقتها ان الحرامي سرقها. فلما سالها هيرمان المحامي بتاعها ازاي رجعت الساعه، قالت له انها بعد ما انتهى التحقيق لقيتها مرميه في البيت، وما رضتش تقول للشرطه عشان مش عاوزه مشاكل. بعد مرور كام شهر عملت دولي زي النحله اللي بتنط من زهره لزهره، لانها مش مكتفيه بالمحامي هيرمان ولا بعشقها الاول اوتو. رجعت اتعرفت على رجل اعمال وممثل اسمه روي كلام، طلبت منه انه يخفي المسدس اللي استعمله اوتو في قتل فريد، وان الشرطه ممكن انها تشك فيها وانها فعلا ملهاش اي علاقه بالموضوع. فوافق روي وخباه في جنينه بيته، وما كانش تعرف انها ارتكبت اكبر غلطه، لان بقى كده في شاهد ضدها. وبعد سنه وبعد ما زهقت عايزه تغير بقى، قالت دول للروي الراجل التالت في حياتها انها عايزه تنفصل عنه، فزعل منها جدا وحب انه ينتقم منها، فبلغ الشرطه بقصه المسدس، واعتقلت الشرطه دولي واتحبست. وفي مره من المرات جالها في زياره هيرمان جوزها التاني، وطلبت منه طلب غريب شويه انه يروح البيت عندها ويحط الاكل ويخبط على باب الدولاب ويمشي. حس هيرمان انها مجنونه، فقالت له ان ليها اخ مش شقيق وان ملوش حد غيرها، ووافق هيرمان على طلبها. ولما نفذ اللي طلبته منها استنى هيرمان شويه لحد ما نزل اوتو من الاوضه بتاعته واتكلم معاه، واعترف اوتو بالقصه من اولها لاخرها. وخرجت دول من السجن بكفاله لان المسدس ما كانش دليل كافي على اعتقالها، وعاشت دولي مع هيرمان 7 سنين جواز. 1930 رجعت ديما لعادتها القديمه، واكتشف هيرمان انها بتخونه مع راجل تاني مش اوتو ولا روي، فراح للشرطه واعترف بكل حاجه وتم القبض على دولي واوتو اللي كان وقتها اتجوز وسافر لكندا. وبعد كده رجع تاني لوس انجلوس، وفي وقتها قالت عنه الجرايد وشبهته باسم الراجل الوطواط. وقال اوتو في التحقيقات ان دولي استعبدته وحبسته فوق السطوح 10 سنين، وان الحب كان مغمي عينه، وان تفكيره كان تفكير طفل عمره 8 سنين. واتحكم على اوتو بالسجن المؤبد لان مر وقت طويل على القضيه. وهنا المفاجاه اللي كنت بقول لكم عليها في اول الحلقه، وهي هقول لك عليها. ممكن تتخيل حكموا على دولي بايه؟ مش عاوزك تفكر وتتعب نفسك، لان دولي طلعت براءه من القضيه، والمصحف الشريف طلعت بريئه وما اتحكمش عليها باي حكم، وعاشت حياتها كأن شيء لم يكن، وكمان اتجوزت من جديد. وانتهت مسيرة النحلة دولي سنة 1961 لما توفت وكان عمرها 80 سنة. وانتهت قصة الست اللي حبست عشاقها 10 سنين فوق سطح البيت. يا رب القصة تكون عجبتكم واكون قدرت اقدمها بكل تفاصيلها، ويا ريت ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة لو مش مشترك عندي. ولكم مني جزيل الشكر والاحترام، المحارب البرنس. شكرا لك، شكرا.